عليكم، شخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صراحه كنت ديما كنتردد، ديما كنبغي نهضر ونخوي قلبي ونخوي داكشي اللي في قلبي، وتحاولوا انكم تلقاو معايا الحل وداكشي. وكنقول لا نادر، لا ما تهضريش، ما تقوليش، لا خليك دابا تولي بخير، دابا تولي هادي. ولكن دابا انا مازال كنعاني من واحد الحاجه وقعت ليا، مازال مريضه بها بزاف اكثر ما تخيلوا. اول حاجه انا ما غنكذبش عليكم وما عنديش نكذب، وغنعاود لكم على الحاجه وقعت ليا داخل السجن اللي انايا. ولا كنت انا كنكذب، هالفيديو راه غادي يوصل لاداره السجن، ديك الساعه نتعاقب. انا والله ما كنكذب شي حاجه، حيت هادشي اللي وقع ليا بيزاغ بزاف وبقى ظهرني اقصى عراجه. نعاود لكم. المهم كيف ما كتعرفوا تشديت حامله، تشديت حامله. الحمد لله المده السجنيه ديالي دازت مزيان، الحمد لله. اعتنوا بيا في طول فتره الحماله ديالي، كانوا الصراحه لا بيا لا بجميع السجينات اللي كانوا معايا كيراقبونا، اي حاجه كانت خاصنا من تحاليل من دويات، هذا الحمد لله كانوا موفرين لنا كل شيء. ما علينا. دابا غادي ندوزو النقطه الاساسيه، غادي ندوزو نهار 8 شهر 2 2024. 8 في شهر 2 2024 وقعت لي واحد الحاجه اللي مازال مدمراني. ماشي مدمراني، ما عرفتش واش تجيكم عاديه نتوما ولا لا، ولكن داكشي وقع بالزربه، وداكشي صافي بحال تضربات في واحد الصدمه ماشي عاديه. المهم انا ولدت في 8 في شهر 2. غنعاود لكم على الولاده ديالي اللي وقعت سبحان الله في رمش العين، وداكشي جا من عند سيدي ربي. وسبحان الله داكشي ما عرفتوش كيفاش جا، ما فهمتوش ولكن الحمد لله، اللهم لك الحمد. تخيلوا معايا منين تشديت ديما كنقول يا ربي شي ولاده سهله، يا ربي توقف معايا، يا ربي راه ما حدايا لا عائلتي لا والو، يا ربي عافاك شي وقفه سهله عافاك. المهم نهار 8 في شهر 2 2024 جالسين كنتفرجوا انا والبنات، نتفرجوا في داك المسلسل اللي كيبدا مع 8 كيكون في دوزيام. واحد الوقيته حسيت براسي ماشي هي هذيك. قلت للبنات سمحوا لي غادي ندخل للطواليت، لانه كانوا البنات كياكلوا، وقلت لهم سمحوا لي غندخل للطواليت حتى شي حاجه ماشي هي هذيك. دخلت للطواليت بقيت كنتعصر شويه، ما كاين والو، ويضرب لي الطن. عرفت شي حاجه، عرفت لانه عارفه انه موعود الولاده ديالي، وانا ديجا والده طبيعيه عارفه. تخيل معايا الوقيته اللي غادي نخرج من الطواليت جايه لعند البنات ويضربني ديك الزحمه نيشان، وانا نغوت واه على ربي اللي خلقني. تخيلوا هبطوا مساك الموظفات تيجريو، جاو عندي تيجريو وقالوا لي نادا مالكي، ويطلقني ديك الزحمه وانا نتمجيه هنا في داك الكروار تنتمشى. قلت لهم ما عرفتش، ضربتني واحد شي حاجه، فكرتي بحال غادي نولد. قالوا لي صافي تسناي، حنا غنمشيو دابا نرونديو الاداره، غادي يجيو يديوك المستشفى، لانه حنايا تما فين ماشي وحده كتحس شي حاجه كتروندي، كتقولها الموظفه كتروندي الاداره سور بلاصه. صراحه ما كملش 10 ديال الدقائق كيجيو كيطروا بك، كتجي لامبيلونس، كيجي الفرملي دغيا كيديوك للسبيطار. هادشي اللي نعاود لكم دابا وقع ليا في 5 ديال الدقائق. تخيلوا معايا. قلت لها صافي واخا. مشات الموظفه باش تروندي الاداره، تقول لهم راه واحد السجينه راه شدها زعما جا عليها حاله الولاده وداكشي راه روندات. هي مشات، انا كنهضر مع البنات اللي معايا السجينات، ويتوقف حدايا واحد البنت سميتها صباح مسكينه، وقفت حدايا يلاه ولدت حتى هي، شاده الباب ديالها. قلت لي ولي انت مالك باش حسيتي؟ كنهضر معاها عادي، شنو هي ضربني الزحمه الثانيه، وانا نعضها مسكينه من هنا، مازال فيها العضه لدابا، عضيتها من هنا حيت انا مازال تنهضر معاها لدابا. عتقوني عرفتوا البنات تصدموا، وفي داكشي في 4 ديال الدقائق كنقول للبنات شي حاجه خارجه، عتقوني حيدوا لي السروال، حيدوا. تخيلي معايا البنات مساكن خافوا اللي معايا من حقهم، ولكن هاد البنت صباح مسكينه وقفات معايا، حيدت لي السروال ويتفرج لي واحد الملايه حتى الباب داك الكري وداكشي، وانا نتكا في الارض، وهي تقول لي حلي ترجلي بحال هكا، وهي تقول لي نادا راه الراس القلقله ديالو باينه. دابا هاد الخلعه اللي كنعاود لكم الامهات غيحسوا، حيت كنت في السبيطار عادي، ولكن مع كنت في الحبس وكنشوف الكريه مسدوده عليا وداكشي، مازال فيا ديك الخلعه لدابا، فهمتوني. وكتقول لي، قالت لي نادا الراس غيخرج. قلت لها كتقول لي زحمي نادا زحمي. بقيت كنزحم ويخرج الراس ديال بنتي الماس، خرج الراس ديال بنتي الماس، وانا نسد رجلي، سديت رجلي بحال هكا، عرفتي جاتني بحال الصدمه مازال فيا لدابا. انا اش كنعاود لكم هادشي
حيت ما كرهتش الفيديو 3 ديال الاطباء ما كيعطوني غير الدوايات تينعسوني وتيزيدو يمرضوني، وانا انا بغيت شي طبيب اللي يحاول يحيد مني هاد الصدمه هادي اللي فيا. المهم طحت في الارض وبحال هكا ويبان لي الراس خرج، كيبان لي الراس كندير بحال هكا كتبان لي الباب مسدود. هادشي كنقول لكم مشات الموظفه بالزربه باش تروندي، عرفتي انا سديت على رجلي بحال هكايا وبقات كتغوت ديك صباح كتقول لي زحمي حلي غتقتلي بنتك، حلي رجلك. عرفتي وانا نحل رجلي وبقيت كنزحم حتى خرجت بنتي تلوحات هكا بقى داك خوت بنادم بيناتنا، البنت مليوحه في الارض وانا كل دمايات مليوحه. بقيت ندير بحال هكايا، جات مسكينه الموظفه تجري لقاتني ولدت مليوحه في الارض انا والبنت ولدت. بقات كتغوت على في الكاميرا كتقول لهم راه ولدات هذا. الحمد لله صراحه جا المدير، كنشكر اداره السجن حيت عتقوني وعتقوا بنتي. كنشكر اداره السجن حيت عتقوني وعتقوا بنتي. جاو تيجريو داكشي داوني مشيت للسبيطار هذا. دابا المهم نعاود لكم غير باختصار. دابا هادشي اللي وقع لي انايا تما، اللي وقع لي هادشي في رمش العين، ولدت بوحديتي والحبس مدود عليا وبقيت شي 3 ديال الدقائق هكاك وانا دايره بحال هكايا وكنقول واش غادي نموت انا والبنت، واش غادي ندير دابا داكشي باقي فيا لدابا، فهمتوا؟ دابا ملي كنعاس ولا شي حاجه تخيلوا معايا اقسم بالله العظيم غير كنغمض عيني كنعس. دابا انا مغمضه عيني وديك الصوره هكا كأنها مرميه في الارض وبنتي مرميه هدايا مرميه في الارض وكل دمايات وكندير هكايا انا في الحبس وقت كنقول يا ربي اش وصلني لهذا، يا رب جعل مغفره الذنوب. دابا هذيك اللقطه اللي وقعت لي مازال دابا انا كنعاني منها، فهمتوا؟ مازال دابا ما لقيتش شي حل. تكون الناس اللي كنبدا نغوت ديما، العائله ديالي مازال كيعانيو معايا دابا. ما عرفتش شنو غادي ندير، ما عرفتش كيفاش ننسى هادشي اللي وقع ليا. ولكن كنعاود لكم على ديك اللقطه، حطوا راسكم بلاصتي، حتى راسك بلاصتي، ولدتي راسك وكلك دمايات وفي الحبس والباب مسدود عليك والخوف. دابا داك الخوف مازال راكب فيا لدابا، فهمتوا؟ دابا داكشي انا مازال كنعاني منه لدابا. ما كرهتش شي طبيب تنصحوني بيه ولا شي كوتش ولا شي حاجه اللي يحاول يخرجني من هادشي. تخيلوا اقسم بالله العظيم كنسد عيني بحال هكا كل مره. دابا هادشي داز عليه تقريبا عامين بالضبط دابا باش ولدت في شهر 2 نيت. يلاه 8 بحال قلتي دابا في هاد الوقيته 8 باش ولدت، 8 في شهر 2 باش ولدت. هادشي مازال كنعاني منه لدابا، مازال دابا انايا في داك الصدمه. 8 في شهر 2 باش ولدت، هادشي مازال كنعاني منه لدابا، مازال دابا انايا في داك الصدمه. علاش كتقول لي دابا مالك وليتي كتجينا في شكل بحال ولا في انفصام شخصيه؟ انا الدار ديالنا كنكون عادي كيبقاو يهضروا معايا حتى كنبقى ديما ساهيه. ما داكشي ما بغيتش يخرج لي من دماغي، ما بغيتش ما قدرتش ننسى. حاولت والله ما سهله البنات، اقسم بالله ما سهله. شنو تولدي راسك والبيبي ديالك وبنتك مليوحه والبيبي مسدود عليك وعائلتك ما هداكش وانت واحده وحدك وكتشوفي راسك هكاك. ولكن شكرا لاداره السجون، شكرا للمدير، شكرا صراحه عتقوني. جاو في البلاصه، جا رئيس المعقل، جا المدير، جا صراحه كلهم، جات الاداره كامله. طاروا بيا داوني للسبيطار. تخيلوا معايا بقيت في السبيطار اقسم بجلال الرحمن ما نكذب عليكم. ولكن دابا نتوما خصكم تحطوا براسكم في بلاصتي في ديك البلاصه. عرفتي بحال ضربتني شي صدمه مدمراني. مشيت عند الطبيب النفساني الاول، مشيت عند الطبيب النفساني الثاني، خليت ما يديرش والو. داكشي صافي تفلاش عليا في عقلي، كنفكر فيه غير هو. صافي وليت اقسم بالله ما نكذب عليكم، ربي شاهد عليا على ما اقول. ولا كذبت في شي حاجه نتحاسب عليها قانونيا وعند الله سبحانه وتعالى. تخيلوا معايا غير كنغمض عيني. قلت لكم الا كذبت انا في شي حاجه نتحاسب عليها
اش كدير؟ كنعاود ليهم صافي. فاش بقيتي كتبكي؟ حيت خصني الحل. واش في اخباركم هاد البنيه هادي؟ رديناها الطبيب الاول والطبيب الثاني، راه كتعاني نفسيا، والله القسم اللي كتعاني نفسيا. راه ماشي سهله انك تولد في الحبس، ماشي سهله انك تعاير كل نهار بالبناتك، ماشي سهله انك تعاير بالحباسه، راه ماشي سهل، ماشي سهل. يسرا اش كتقولي فهادشي؟ صراحة اللي كما قلت شحال هاد الانسانه، صراحة الا ما بركتيش معاها وعشتي معاها وشتيها راه غادي حرام صراحة. راه هي كتعيش في حالة نفسية صعيبة، راه ربي اللي عالم بها. فهي فعلا كانت متابعة مع واحد طبيب بسيكولوج، ولكن ما مع واحد طبيب بسيكولوج، ولكن ما في اخباركم والبارح كنا ناعسين، هي ناعسه في بيت ناسيه وحمزه وانا ناعسه في الصالون. واحد الساعه ناضت كتغوت، كانت كتحلم ولا ما عرفت كتجيها واحد الا اقسم لك بالله. وبدات كتغوت ونضنا كنتجراو، وحمزه فاق بدا كيقول لي اجي قلت لها مالك؟ تقول لي حلمت براسي في الحبس، وحلمت فاش كانت كتولاد وداك الشيء. عرفتي بقات كتبكي جات بحال الهستيريا مع الليل، وحق لا اله الا الله. ابا كتكون باركه كتنوض بوحدها، تبغي تنعزل بوحدها. فالواحد اذا كان كيعرف شي كونتاكت ديال شي ميدسان ولا شي دكتور يصيفطوا ليها كونتاكت ديالو، يصيفط لها تبع معاه. لانه انا بالنسبه لي كنقولها لها الطبيب اللي كيعطيك الدواء ما طبيب ما والو، انت خصك طبيب اللي تبكي يخرجك من الحاله اللي انت فيها. اما الطبيب اللي كانت كتمشي عنده كان كيعطيها ديكارمون، كيبقى يعطيها في الفانيد، ما هذاك الشيء ما قدر فيها والو، غير كيف. علاش كتشوفوني معاها بزاف؟ حيت كنحاول ما نخليهاش بوحدها بزاف. كتعرفوا نتوما ما عندهاش اختها، ماماها ساكنه بعيده عليها في خميسات، وكاينه معها غير يسرا، ويسرا مسكينه مشطونه مع وليداتها مع حياتها حتى هي. انا اغلب الوقت انا هادشي اللي شفت ماما عندي فين ما كنكون ما عنديش الخدمه ولا شي حاجه، راه كتشوفوني غير معاها، راه ماشي كتشوفوني معاها زعما انا راه مساليه قبعتي، ما كنبغيش نخليها، اقسم بالله انا كنبغي الجميله كنقولها ما خدامش وسيري عندها وحق الله. لدرجه كنت خاصم انا وياها، مسكينه كتعيط لي كتقول لي جي ونسيني، صافي جي نتصالحوا. والله هبيله هاد البنيه، والله الا هبيله، تكيسوا عليها وتكيسوا عليها حتى في لي كومونتير، ما تبقاوش تقصحوا معاها. لو كان تعرفوا لو فون ديالها كيفاش داير والله.